تصدق إن إعلان فيلم ياقوت للنجم الراحل نجيب الريحاني اللي نزل في المجلات والصحف عام 1934 مع طرح الفيلم كان فكرته قائمة على إن الفيلم بيمثل القومية المصرية العزيزة والعادات الشرقية العالية والأخلاق السامية. مش بس كده، ده اتكتب في الإعلان بوضوح إن قصة الفيلم حقيقية وبيظهر فيها سمو الروح الشرقية ورفعة الأخلاق الحميدة، وفيها إظهار للقومية المصرية الحقة. الغريب إن بطلة الفيلم أصلا كانت فرنسية وهي إيمي بريفان، والفيلم إنتاج مصري فرنسي مشترك. وقال نجيب الريحاني في مذكراته إن إنتاج الفيلم كان ضعيف جدا، وبالتالي تم جلب هواة تمثيل من الحي اللاتيني بفرنسا للقيام بالعديد من الأدوار. وكمان الريحاني قال إن تم تصوير الفيلم بالكامل وإجراء عمليات المونتاج والتحميض وكل ما يخص الفيلم في 3 أسابيع فقط بسبب قلة الميزانية، وهو الأمر اللي سبب إزعاج كبير للريحاني. وحصل نجيب الريحاني على 100 جنيه أجر نظير بطولته الفيلم ياقوت، مع تخصيص نسبة ليه من الأرباح أثناء عرض الفيلم بمصر. وبتدور أحداث الفيلم حول شخصية ياقوت أفندي اللي بيقدمها نجيب الريحاني، وهو شخص ثري بيمتلك أطيان وثروة، ولكنه بيصر على العمل كموظف عند أحد الأثرياء إيمانا منه بفكرة العمل والاجتهاد. وبيتعرف ياقوت خلال عمله على مليونيرة فرنسية تم طرده من عمله كمحصل بسببها، وبتحاول تعويضه وبيقع في حبها وبيسافر معاها للخارج، ولكنه بينزعج جدا من حياتها المفتوحة وتقاليدها المختلفة واختلاف طبيعة ملابسها وعلاقتها عن العادات الشرقية، وبيقرر يعود للوطن ويسيبها. وفيلم ياقوت أثار جدل كبير من فترة أثناء الحديث عن تراث مصر السينمائي، لأنه على الرغم من أنه يعتبر من أوائل الأفلام الناطقة في تاريخ الفن المصري، إلا أنه كان ضايع ومش موجود نسخة منه في مصر، لحد ما المركز القومي للسينما لقى نسخة من الفيلم لدى مؤسسة السينما الفرنسية وخدها منه. وبعد كده تم تداوله على يوتيوب من قبل بعض محبين الفن المصري القديم. ويقال إن نسخة الفيلم اللي وصلت لمصر مش كاملة، وإن نهاية الفيلم مختلفة تماما، وإن المفروض البطلة الفرنسية إيمي بريفان هتسافر على مصر ورا حبيبها ياقوت أو نجيب الريحاني، ولكن النهاية بالنسخة الحالية هو ترك البطل لحبيبته الفرنسية فقط وعودته إلى مصر وحيدا. تصدق دي؟